النهارده هاعمل معاكم بقى حاجة حلوة أوي لجوع نُص الليل، وتنفع كمان فطار، حلوة أوي يا جماعة، ومش مكلفة خالص، يعني حاجات كده في البيت عندنا حلوة وسريعة جدًا. فأول حاجة كده هنعملها نجيب كده طاسة أو كسرولة، نحط فيها نُص معلقة كبيرة من السمنة البلدي، وهي يا جماعة بتبقى أحلى طبعًا بالسمنة البلدي، ما تحطوش زيت خالص ماشي يا جماعة. هاسيّح بقى السمنة كده بالطريقة دي واخليها سخنة جدًا. هاجيب بقى يعني هنستخدم نُص كيس شعرية، الكيس اللي هو بيبقى نُص كيلو ده يا جماعة، تمام؟ يعني يعتبر ربع كيلو من الشعرية. هنقلب بقى فيها بقى ونحمرها كده ونخليها تاخد لون حلو كده وجميل، وايدك فيها اوعي تسيبي المعلقة خالص يا جماعة وتروحوا تعملوا حاجة، لا افضلوا قلبوا فيها كده لحد ما تحمر معانا وتاخد لون جميل معانا كده. خلي بالكم ان هي ممكن يعني ايه في ثانيه كده تلاقوا شويه اتحمروا وشويه لا، فلا نخلي بالنا ونخلي ايدينا كده في المعلقه ونفضل نقلب فيها لحد ما توصل للون الجميل ده. ونجيب بقى كوبايه كده صغيره او مج صغير كده من السكر، وطبعا السكر الكميه بتاعته على حسب الرغبه، يعني انت بتحبيها مسكره قوي تحبيها مثلا سكر اقل براحتك يعني، تمام. افضل اقلب كده في السكر مع الشعريه. وبعد كده بقى يكون عندي ميه بتغلي على النار، واروح بقى جايبه كده حبه ميه وافضل انزل كده الميه على الشعريه. خلي بالك ان انت ممكن تتلسعي في اللحظه دي، خلي بالك لا قدر الله. البخار بيبقى سخن جدا بتاع الشعريه، فبعيدي كده بعيد عنها شويه، وابدأي نزلي الميه واحده واحده وقلبيها بقى كده عشان ندوب السكر في الميه والشعريه. طعمها بيكون تحفة يا جماعة، حلوة قوي بطريقة فظيعة. تنفع بقى فطار، تنفع عشاء، تنفع جوع كده في نص الليل. قومي اعمليها سهلة وسريعة. يعني الشعرية طبعا عندنا يعني استحالة مفيش بيت ما عندوش شعرية. دلوقتي بقى انا عندي كده جوز هند ناعم مطحون، جوز هند بيبقى مطحون كده يا جماعة، خدت منه نص معلقة صغيرة حطيتها كده عليها تخلي ريحتها بقى وطعمها تحفة تحفة، هتشموا ريحة خطيرة يا جماعة. هنا بقى جبت بولة عقبال ما تستوي، مش تاخد معانا في السوا 10 دقايق. جبت بولة بقى حطيت فيها كاسترد، والخطوة دي اختيارية. حطيت فيها معلقة ونص من الكاسترد، وهجيب كده حبة لبن صغيرين خالص اللي هو ندوب فيها الكاسترد كده. افضلي قلبي لحد ما الكاسترد ما يدوب خالص كده مع اللبن. وعايزة اقول لكم الكاسترد بيديها طعم ولون خطير تحفة جدا. طبعا ممكن تستغني عنه بالنشا، او ممكن اصلا ما تحطيش ولا نشا ولا كاسترد، بس انا حطيت حبيت كده القوام بتاعي يبقى تقيل شويه وانا باكلها بالمعلقه، ما تكونش ايه سايله قوي، تمام. هنا بقى جيت للشعريه بعد ما استوت، شايفين بقى خطيره ولونها حلو قوي يا جماعه. بعد كده بقى يا جماعه هجيب حبه لبن وهنزل بقى بيها كده، واللبن بقى بتاعي بلدي وعليه كده قشطه كده، فاخدت القشطه وقلبت كده بقى اللبن مع الشعريه وهسيبه لما يغلي. اول بقى ما يغلي كده يا جماعه هجيب الكاسترد اللي انا كنت مجهزاه معاكم، وهبدا بقى انزل كده بالكاسترد على الشعريه، شايفين لونه حلو ازاي فيها. ولسه يا جماعه استنوا شوفوا الفيديو تحفه. هنقلب بقى، هنفضل نقلب لحد بقى ما يتقل كده معانا القوام. وخلي بالكم ممكن القوام يتقل قوي، انا الصراحه تقل معايا قوي، فجبت حبه لبن وخففت كده الشعريه بيها اللي هو يبقى قوامها مظبوط يا جماعه، مش اللي هي تبقى تقيله قوي او تبقى خفيفه قوي، لا انا عايزه قوام كده يبقى مظبوط اعرف اكلها كده بالمعلقه، ما تبقاش سايله كده او فيها يعني سوائل كتير، تمام. جبت بقى المجات بتاعتي الحلوه دي، او ممكن طبعا بولات اي حاجه يعني هتقدمي فيها، بس تكون حاجه شيك كده جميله. طبعا بقى جوع اخر الليل ده بقى في الشتاء بيبقى فظيع، بنبقى عايزين حاجه دافيه كده تدفينا. هنا بقى عندي جوز هند وعليه سمسم هقدمه كده، وهزوق بيه الاطباق بتاعتي. طبعا التزويق ده بتاعك انتي، يعني ما تحبيش بقى جوز هند وسمسم او اولادك ما بيحبوش الحاجات دي براحتك ما تحطهاش. وحطيت بقى زبيب كده على الوش بقى، تعالوا بقى ندوق بقى الجمال ده، ايه الجمال ده يا جماعه والريحه التحفه دي، كانت تحفه وريحتها كانت قلب الدنيا والله يا جماعه. جربوها وان شاء الله تعجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لي لايك وتعملوا لي شير وتقولوا لي رايكم في التعليقات.